وبتبدا احداث الفيلم في السجن في القطب الشمالي، وبنشوف مسجون وبيكون شكله مش بشري، واللي بيكون لسه منقول للسجن ده. والمسجون بيكون من مخلوقات الأورج، واللي شفناهم قبل كده في سلسله افلام ملك الخواتم او ذا لورد اوف ذا رينجز. وبيدخل المسجون ده الزنزانه واللي فيها اولجا واودجن، ولما بيروح يضايق اولجا بتقدر ان هي تضربه وتوقعه. وتاني يوم بتخرج اولجا واودجن علشان يكسروا التلج مع باقي المساجين، وبيقول لها اودجن ان هو متفائل جدا علشان اكيد مجلس العفو هيحكم في الجلسه الجايه ببراءتهم. واولجا كمان بتطلب منه ان هو ما يعليش سقف طموحاته بدل ما ينزل فوق دماغه. وتاني يوم بيتجمع مجلس العفو واللي بيكون بيتكون من 4، واودجن بيكون معتمد على واحد اسمه اللورد جانسن علشان يحكم ببراءته. ولما الراجل ده مش بيحضر الجلسه بيكون اودجن عايز ياجلها، ولكن المجلس بيعرفه ان ده ما ينفعش وانه لازم يدافع عن نفسه او يتنازل عن الجلسه. وهنا بقى بنشوف اودجن وهو بيحكي سبب وجوده في السجن، وبنعرف ان هو كان تابع لجامعه هاربر واللي كانوا جواسيس اقسم ويحمي الضعفاء، وانه كان عنده اعداء كتير جدا خصوصا لما كان سبب في القبض على الصحراء الحمراء. وقصه الصحراء الحمر دول هنعرفها قدام. وكل حاجه اتغيرت لما رجع في يوم واكتشف ان الصحراء الحمر دول انتقموا منه، وبيكونوا ضربوا مراته بسيف مسموم وللاسف بتكون ماتت. وساعتها بيبدا ان هو يربي كيرا بنته رضيعه بنفسه، وبينفصل عن الجماعه لحد ما بيقابل اولجا واللي بتاخده هو وبنته وبيعيشوا معاها. والحياه ساعتها كانت صعبه جدا عليهم وبيضطروا ان هم يسرقوا. وفي يوم بيسرقوا محل مجوهرات وبيكون فيه سلسله بتعجب كيرا، واللي بنروح دلوقتي بنشوفها ان هي كبرت وبقى عندها 6 سنين. والغريب انها لما بتلبس السلسله دي بتلاقي ان ليها مفعول سحري وبتختفي. وبتعرفهم كيرا على ولد اسمه سايمون وبيكون عنده قدره خارقه لانه حفيد من واحد من السحرة. وبيتعرفوا كمان على فورج واللي بيكون محتال وبيقدر ان هو يضحك على الناس. وكل حاجه بتكون ماشيه تمام لحد ما بيقابلوا صحراء اسمها سوفينا، وبتكلفهم الصحراء دي بمهمه واللي بتكون عباره عن انهم يسرقوا قلعه كورين واللي بتكون مقر جامعه هاربر. وبتكون القلعه دي عباره عن مليانه اثار من الصحراء وكمان مسجونين. وادجن وقتها بيكون رافض الفكره تماما، ولكن فورج بيعرفوا ان هناك بيكون فيه لوح القيمه السحريه، وده ممكن ان هو يرجع زوجته من الموت حتى لو كان سبب موتها ان هي مطعونه بسيف مسموم من سحر احمر. وساعتها بيوافق ادجن بسرعه علشان نفسه ان هو يرجع زوجته من الموت تاني. وبيروح ادجن المهمه وبيسيب كيرا بنته وبيخبي عليها موضوع لوح القيامه ده، وبيوصلوا للقلعه وبيقتحموها. وبنشوف اولجا وهي بتاخد ناب احمر، وادجن بيوصل للوح ولكن مش بياخد باله ان اللوح كان مربوط بخيط والخيط ده بيتقطع. وساعتها بتبدا الحراس انها تطردهم، وبتقدر سوفينا وفورج ان هم يهربوا، ولكن ادجن واولجا بيتحبسوا، ومش بيتحبسوا في مكان عادي لا كمان بيتحبسوا في قاعه زمنيه ومش بيقدروا انهم يتحركوا. وساعتها ادجن بيرمي اللوح لفورج وبيوصيه يخلي باله من كيرا، وبيتقبض على ادجن واولجا وبيجوا السجن اللي هم فيه دلوقتي. وبعد ما المستشار بيسمع قصتهم بيختم بالعفو وببرئتهم، ولكن ادجن بيعتقد ان العفو اترفض وبيهاجم الحراس هو واولجا وبيهربوا. وبنشوف جوناثان طائر عملاق وبيقدر ان هو يقتحم المحكمه وبياخدهم ويطيروا من الشباك ده، بيكونوا بعد ما اتعلقوا في جناحه. وبيقطعوا رحله كبيره جدا من اقصى الشمال لحد ما بيوصلوا لبيت ادجن. ولكن الغريب ان ادجن بيلاقي ان بيته مهجور وبيعرف ان كيرا مش موجوده فيه. ومش بس كده، لا ده ملهاش اي اثر. وبيكون كل اللي شغله يا ترى فورج خد كيرا فين. وبعد كده بيكون ادجن واولجا في مطعم وبالصدفه بيشوفوا اعلان في ورقه لالعاب الشمس وبتكون برعايه حكم المدينه. والغريب ان حكم المدينه بتكون صورته موجوده وبيتفاجئوا ان هو فورج، وبيفضلوا مستغربين ازاي قدر ان هو يتحول من مجرد نصاب لحكم مدينه. وبيوصل القصر اللي المفروض ان العاب الشمس هتتعمل فيه، ولما بيدخلوا بيشوفوا فورج ومعاه كيرا بنت ادجن. وكيرا مش بتسلم غير على اولجا وبتتجاهل ابوها تماما. وبنعرف ان فورج فهمها ان ادجن اتخلى عنها وانه راح المهمه بتاعت سوفينا علشان بس يدور على الفلوس وانه كمان يكون غني. ولما ادجن واولجا بيقربوا علشان يتحاركوا مع فورج بتقدر سوفينا ان هي تحول الارض تحتيهم لرمال متحركه ومش بيقدروا ان هم يتحركوا. وساعتها فورج بيأمر جنوده ان هم ياخدوهم علشان يعدموهم. وبتقدر اولجا ان هي تشغل الحارس وبتقول انها عارف الحداد اللي عمل له الفاس اللي معاه، وبتقدر تفاجئه وتاخد منه الفاس وتضربه بيه. وبتهجم بعد كده على الحراس وبتضربهم. وبعدها فورج بيستغل الموقف علشان يقنع كيرا ان ابوها اتخلى عنها للمره الثانيه. وبيبدا ادجن ان هو يدور على حد يساعدهم علشان يقدروا يرجعوا كيرا. وبيوصلوا ساعتها لسايمون واللي كيرا كانت عرفتهم عليه وبيحاولوا ان هم يستغلوا قدراته. ولما بيوصلوا سايمون بيقولوا ان احنا كنا محتاجين حد يدخل القصر من غير ما حد يحس. وساعتها بيقول لهم ان هو يعرفهم على دوريك لانها بتقدر انها تغير شكلها لاي حاجه هي عاوزاها. وبيبداوا يدوروا عنها وفجاه بيشوفوا بنت مربوطه وهتتعدم. وادجن واولجا بيسالوه لو هي دي دوريك، ولكن سايمون بيقول لها ان هي مش دي. وفجاه في حصان واحد من الحراس اللي هيعدموا البنت بيتحول لدب قطبي براس نسر وبيفضل يضرب كل الحراس وبتعرف ان دي دوريك وبتنقذ صاحبتها. وبيفكرها سايمون بنفسه وتوافق دوريك على المهمه، وده بعد لما بتعرف ان هم عاوزين يقضوا على فورج. وبنشوف سوفينا بعد كده وهي قاعده معاها كتاب السحري، وفجاه بيظهر ليها زاستا واللي بيكون كبير الصحراء. وبنتفاجئ ان سوفينا اصلا من الصحراء الحمر ولكنها متنكره علشان تعرف تعيش مع الناس. وبتقدر دوريك ان هي تدخل القصر وتتنكر على هيئه دبانه، ولكن سوفينا بتقدر ان هي تحس بيها وبتهاجمها.
فبتقدر ان هي تخرج من فتحات التهويه وتتحول لفار وتستخبى في درع معدني. وبتفضل سفينه ان هي تطاردها فبتستخبى وبتتحول لقطه، وبعد كده بتتحول لغزاله علشان تقدر ان هي تجري بسرعه. وفعلا بتقدر ان هي تخرج في اخر لحظه، وبترجع وبتعرف اولجا وادجن وسايمون بكل اللي حصل، وبتعرفهم ان في خاتم سحري موجود في الخزنه. وبنفهم ان هم عاوزين ينقذوا كيرا، وكمان عاوزين ياخدوا الثروات اللي فورج بياخدها لنفسه وبعدين يوزعوها على الشعوب. وسايمون بيقول لهم ان الخاتم السحري ده معمول من اقوى انواع السحر، ومستحيل ان هو يتفك من غير الخوذه السحريه. ولكن المشكله ان الخوذه دي اختفت من سنين. بس اولجا بتطمنهم ان هي عارفه طريق الخوذه، واللي يقدر يدلهم عليها صديق ليها واللي بيكون اسمه مارلمين. وبالليل بيوصلوا ارض المعركه اللي كانت مع الصحراء الحمر قبل كده، وبيقدروا من خلال العمله مع سايمون ان هم يصحوا الجثث، وبيسالوهم عن مصير الخوذه. وبيعرفوا في الاخر ان الخوذه دي اخدها واحد اسمه زانج، ولكن ادجن بيعرف ان زانج ده واحد من السيان، ودول كل ولقهم من الصحراء الحمر فبييأس، وخصوصا ان السيان دول هم اللي قتلوا مراته. ولكن اولجا بتطمنه وان مش كل السيان اشرار، وفي منهم كمان اللي بيحبوا الخير. وبيتحركوا في الاخر وبيقدر فعلا ان هم يوصلوا لزانج، وبنلاحظ ان في واحد من اتباع سفينه بيراقبهم، وبياخدهم زانج للكهف تحت الارض، وبينجحوا ان هم يوصلوا للخوذه. ولكن لما سيمون بيحاول ان هو يلبسها سحرها مش بيشتغل، وبيظهر له جده واللي بيفضل يضربه وبيقول له ان انت ضعيف وما ينفعش تلبس خوذه زي دي. وبيبداوا ان هم يحطوا الخطه علشان يعرفوا يدخلوا ازاي الخزنه، علشان يقدروا يدوا الثروات لكل الشعب. مش بس كده، لا كمان يقدروا ان هم ينقذوا كيرا بنت ادجن من فورج. وبتكون خطتهم ان هم يدخلوا الخزنه عن طريق التخفي في عربيه الكنوز، وبتقدر دوريك ان هي تتحول وتعمل بوابه في العربيه من تحت، وبوابه تانية بتكون موجوده في لوحه جوه العربيه اللي هتدخل في الخزنه. ولكن المشكله هنا ان اللوحه بتقع على الارض، وبالتالي البوابه اللي فيها بتتسد. فبيلجأوا للخطة البديلة، وهي انهم هيشتتوا الحراس ويدخلوا القصر وزي ما تيجي. وعلشان يقدروا يعملوا ده سايمون بيعمل تعويذة تخلي ادجن اتنين، واحد منهم حقيقي والتاني يكون مزيف. وبيروح ادجن مزيف علشان يعزف الكمان قدام الحارس، وده علشان انه يشغلهم. وبتسلل ادجن الحقيقي واللي معاه علشان يقدروا ان هم يدخلوا للقلعة. ولكن فجأة بتتحشر رجل ادجن وبتوجعه وبيصرخ، وساعتها الحراس بياخدوا بالهم ان في حاجة غلط، وسايمون كمان فقد تركيزه وما قدرش ان هو يكمل التعويذة. وساعتها اولجا طلبت من ادجن ان هو يروح علشان ينقذ بنته، وهي هتتعامل مع الحراس. وبتقول كمان لسايمون يروح علشان يفتح الخزنه، ولكن الحراس بيكونوا اتجمعوا، وبتبدا معركه جامده بين ادجن وزمايله ضد الحراس. ولما سايمون بيلبس الخوذه المره الثانيه بتشتغل، وبيظهر له جده ولكن بيضربه، وبيكتشف ان ده مش جده ولا حاجه، ولكن دي بتكون نسخه ضعيفه منه. وساعتها ثقه سايمون في نفسه بتزيد، وبيعمل موجه طاقه سحريه بتوقف اي سحر حواليه، وبيقدروا ان هم يفتحوا الخزنه. ولكن المفاجاه ان هم بيلاقوا الخزنه فاضيه، ولان فورج بيكون خلى جنود ينقلوا كل حاجه في المركب علشان ياخد كل الثروات دي ويهرب. وبيكتشفوا ان العاب الشمس دي بتكون مجرد خدعه، وانه سفينه عايزه تجمع الناس علشان تعمل عليهم تعويذه اسمها كفن الموت، وتقدر تعمل منهم جيش سان جديد. وبعدها ادجن بيقدر انه يوصل لكيرا، ولكن بمجرد ما بيقرب منها بيكتشف ان دي سفينه، وبتكون خلاص هتقتلهم، ولكنهم بيطلبوا منها ان هم عاوزين يشاركوا في العاب الشمس وبعدين تعمل هي عاوزاه. وفجاه بيلاقوا نفسهم في المتاهه، ودوريك بتلاقي صندوق فيه سيف وبتاخده علشان تدافع بيه عن نفسها. وعلشان يقدروا ان هم يهربوا بتشوف دوريك وهي بتدخلهم جوه مكعب جيلاتيني وبتجمدهم، وبعد كده بتحولهم لتعبان وبتخرجهم. وبيقدروا ان هم يلحقوا فورج واللي بيكون خلاص هيهرب، وبيتفاجئ بيهم وبيهددهم بانه بيحط سكينه على رقبه كيرا. ولكن اولجا بتقدر ان هي تشتته وبتحدفه بحبه بطاطس. وبعدها سايمون بيعمل موجه سحريه بتشل حركه سفينه فورج، ولكنهم بيلاحظوا وقتها بدايه تعويذه كفن الموت واللي بتكون باينه في السماء. وده معناه ان سفينه جمعت كل الناس، وبدل ما الناس بيتفرجوا على العاب الشمس هتعمل عليهم التعويذه. فبيعملوا حركه ذكيه جدا وبيجمعوا كل الكنوز اللي موجوده في المركب وبيحطوها في منطاد طاير علشان كل الناس تشوفها. وفعلا الناس بمجرد ما بتشوف الكنوز بتروح بسرعه علشان تاخد منها. وبيطلب ادجن من كيرا ان هي تستخدم سلسله وتختفي، وساعتها سفينه بتخلي تمثال التنين ان هو يهاجمهم، ومش بيقدروا انهم يصدوا هجومه لان بيكون من سحر سفينه ولازم ان هو يهزموها علشان التمثال ده ما يهاجمهمش. وبتكون سفينه مسيطره على المعركه، ولكنها فجاه مش بتقدر ان هي تعمل حاجه. وبنعرف وقتها ان كيرا استغلت ان هي مختفيه ولبست سفينه طوق سحري، واللي خلاها ما تعرفش ان هي تعمل اي سحر تاني. وبتتحول دوريك نفسها لكائن عملاق وبتقدر ان هي تقتل سفينه، ولكنهم بيتفاجئوا باولجا وهي بتنزف بعد ما اخذت طعنه من ساحر احمر وبتموت. وبتكون كيرا بعدها منهاره لانها كانت متعلقه جدا باولجا، واللي بتكون ربتها بعد ما امها ماتت. ولكن ادجن بيقدر ان هو يستغل لوح القيامه وبيصحي اولجا تاني، وبيعيشوا كلهم في سعاده. وبتفهم كيرا ان فورج خدعها وان ابوها طول الوقت ده كان خايف عليها، وبيعمل كل حاجه علشان يقدر ان هو يرجع امها من الموت، وكمان علشان ينقذها من فورج. وبتعرف ان الحاكم الحقيقي المدينه محبوس في تعويذه واللي بتكون عملتها سفينه، ولكن بيقدروا ان هم يخرجوا منها وبيرجع تاني للحكم. وعلى طول بيقبض على فورج وبيحبسه في نفس السجن اللي ادجن واولجا كانوا موجودين فيه. ولما بيحاول فورج ان هو يهرب زي ادجن واولجا بيفشل، لان حراس السجن بيكونوا قفلوا الشباك اللي ادجن واولجا هربوا منه. بس كده بتنتهي احداث فيلم
فيلمنا النهارده بانتصار الخير، واستنونا في افلام كتير جايه، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وكومنت على الفيلم لو عجبكم، واكتبوا لنا الفيلم الجاي عايزين يكون عن ايه، وسلام.